لليوم التاسع الجيش اليمني يواصل عملية الأرض المحروقة في صعدة، والرئيس يتوعد بسحق الحوثيين من الأرض ونضربهم في أجحافهم أينما وجدوا بكل الوسائل وبكل الإمكانيات. لا أفهم ولا استلمت لهم طلب على الإطلاق إلا شتائم وكلام ومش عارف إيه وشعار الموت لأمريكا والإسرائيل. الموت لأمريكا والإسرائيل فين؟ في مران والرزامات؟ كلام. تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن بعد 46 سنة؟ هذا مستحيل. والدماء، هذا النهر من الدماء اللي قدمناه لمن؟ والشهداء اللي سقطوا في حجة من شان ايش؟ والذي ذبحوا في تعز من شان ايش؟ من شان ان نعيدها كمان مرة ثانية؟ اقول الحوار هو المرتكز، ومن حق اي مواطن بغض النظر عن توجهات السياسية، بغض النظر من هو وكيف هو، الوطن ملك للجميع. نتحاور ونحتكم الى صناديق الاقتراع ونحتكم الى الديمقراطية. وخذها، اطلع على رئاسة الدولة، اطلع على اي مركز، على البرلمان، على السلطة المحلية، من خلال صناديق الاقتراع، مش من خلال العنف. نحن نرفض العنف ونرفض العنف وسنقاوم أن نقدم. هنيئا لهؤلاء الشهداء، هنيئا لهؤلاء الأبطال الذين يتسابقون على الموت، وأنتم تتسابقون على الكراسي وعلى المقالات الصحفية وعلى التسريبات في الانترنت. أيها الحاقدون، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. لن نتراجع، لن نتراجع. تستمر المعركة فلتستمر 5 و6 سنوات. لن نتراجع، لن نوقف. إذا كنا قاتلنا من يوم 26 من سبتمبر، من صباح 26 سبتمبر إلى السبعينات، ونحن نواجه التحدي، سنواجه هذا التحدي. هو امتدادا طبيعيا لذلك النظام الإمامي الكهنوتي. هم نفس البضاعة وبنفس العقلية وبنفس الآلية. فعلى أبناء شعبنا أن يعوا مسؤولياتهم. مش احنا اخترنا الحرب، هذا عندهم مشروع صغير إمامي واضح، إمامي إنهم أصحاب الحق الإلهي. السلال مغتصب السلطة، وقحطان الشعبي مغتصب السلطة، وسالم ربيع علي مغتصب السلطة، وعبد الرحمن الإرياني مغتصب السلطة، وإبراهيم الحمدي مغتصب السلطة، وأحمد الغشمي مغتصب السلطة، وعلي عبد الله صالح مغتصب السلطة. 47 سنة لن يعقلوا ولن يفقهوا ولن يتعلموا إن شعبنا قد شب عن الطوق. لماذا عندنا أكثر من 16-17 جامعة أهلية وأكثر من 9 جامعات حكومية؟ ما جاءش هكذا اعتباط أو فوضى، جاءت لندرس ونعلم ونتفقه في الإسلام، في اللغة العربية، في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في الزراعة، لنتعلم ونعوض ما فات أيام عهود الإمامة الذي جثمت على شعبنا اليمني عدة قرون. تجهلنا، هم ضد الطريق، ضد المدرسة، ضد المستشفى، وأكبر دليل على ذلك ما يعملوا به ويعبثون الآن في صعدة. نفس العقلية، سواء كان مقبع ولا كان معمم، كان معمم ولا مقبع ولا مطربش، هي نفس العقلية الكهنوتية، عقلية رجعية متخلفة. نحن لا نريد الحرب، سمحنا لهم المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وهذه الحرب السادسة فرضت كما فرضت الحروب السابقة، بقطع الطرق والتلغيب والاعتداء على المواطنين والاعتداء على السلطة المحلية والاعتداء على القوات المسلحة والأمن. لن يكون الجيش معتدي، ولن يكون الأمن معتدي، ولن تكون السلطة المحلية معتدية. هم المعتدين على أمن واستقرار محافظة صعدة، هم أعداء للوطن حقيقة، أعداء للوطن.
بصفة عامة، وعدا لمحافظة صعطة ومديرية سفيان بصفة خاصة. منتقمين من أبناء محافظة صعطة، هم لن يقتلوا الحوثيين، هم بيقاتلوا